الرحمن الرحيم. زي ما احنا اتفقنا ان شاء الله هنظهر معاكم في حلقات. كل حلقة هنسميها على الخريطة، والخريطة ديت معناها اللي احنا هنجيب جزء ونشرحه. النهاردة هنتكلم عن نهر النيل. نهر النيل كان بدايته في الزمن الجيولوجي الثالث من حوالي 35 مليون سنة ل 5 مليون سنة. اتكون نهر النيل، كان نهر داخلي بس بيمتد من أول قنا حتى البحر المتوسط. كانت كل المية اللي بتيجي فيه كانت بتيجي من سلسلة جبال البحر الأحمر، أو بتيجي من الصحراء الغربية عن طريق الأودية والأنهار الصغيرة. يعني كان نهر مصري 100%، لحد ما حصل ظاهرة الأخدود العظيم في شرق أفريقيا. والظاهرة ديت سبحان الله كان لها ملكة كبيرة جدا، لأن كان النيل الأزرق والنيل الأبيض اللي هو جاي من فيكتوريا ما كانوش بيجوا إلا لغاية أرض الجزيرة في السودان. فسبحان الله أما حصل الانكسار ده كان انكسار هين، خلى المية تنزق، والتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض في السودان. والاتنين لما التقوا ببعضيهم كانت المية كتير جدا، قعدت تشق طريق عن طريق الزق وقوة الدفع المياه. حصل بيهم التقاء بالنيل المصري الداخلي، واللي اما التقوا ببعضهم زي ما احنا شايفين على الخريطة التانية دي عملوا نهر النيل اللي احنا عايشين عليه ده بالظبط، اللي احنا موجودين عليه الآن. حصل الدلتا ما كانتش بالشكل اللي احنا شايفينه. الدلتا ديت كانت خليج من البحر المتوسط، وكانت جزء بسيط. فسبحان الله اما النيلين التقوا ببعضيهم، الارسابات اللي جايه مع نهر النيل من اثيوبيا او من فيكتوريا، الاتنين شكلوا الدلتا اللي احنا عايشين عليها ديت، وعملت طبقه طينيه وطميه اللي هي بتنزرع عليها وعايشين عليها كل المصريين في الدلتا من اول القاهره، في كل المدن بتاعه الدلتا. ودي النهارده كنا بنتكلم عليها